طيب والدك ساعدك قد ايه في شغلك؟ ساعدني بان انا ورثت منه، ساعدني بالميراث، الميراث الفني. يعني بابا فنان الله يرحمه، كان فنان حقيقي جدا جدا، والجمهور كان بيحبه ما شاء الله جدا. يعني انا لقيت يعني ناس كتير بتعزيني طول ما انا ماشيه في الشارع، على الفيسبوك، على مش عارفه الانستجرام، على يعني حسيت قد ايه الناس كانت بتحبه. دي حقيقة. فهو كمان كان بيحب فنه جدا جدا، وكان راجل ملتزم قوي قوي في مواعيده، مثلا في شغله، في تأدية دوره عشان يوصله للناس. راجل كان مثلا سجل القرآن بصوته، يعني علم ينتفع به وصدقة جارية، يعني الاثنين. دي معلومة أول مرة أعرفها. كان بيرتل كمان، مش رتل، هو كان كمان بيعملوا للي هم الأجانب. يعني اللي هو ايه، انا مش عارفه هو عمله ازاي بالظبط طبعا، لان انا ما سمعتش. انا عايزه اروح اشوف الحاجات دي، اخدها من الشركه، بس مش عارفه الشركه فين دلوقتي. بس يعني هو كان بيعمل ده لغير الناطقين باللغه العربيه، فعارفه زي ما بقول لك كده، تعتبر صدقه جاريه طبعا، وعلم ينتفع به. ده عمل كل حاجة. يعني هو عمل اقوى حاجه كمان في شغلانته من ساعه ما اشتغل. بس كل حاجه في شغله كان هو يعني دقيق فيها جدا، ملتزم جدا، ملتزم بيحب الفن بشكل غير طبيعي. يعني انا طالعه له على فكره. انت يعني انا واخده منه حب الشغلانه جدا جدا. يعني بابا بيحبها كان قوي قوي، وكان لا والدك لحد الاخر كان بيمثل. يعني كان قبليها بشويه كان عامل معانا بابلو يا حبيبي، تعب في مسلسل بابلو. جات له جلطه وبتاع وخف، وبعدين رجع تاني. يعني عارفه بيبقى في اسباب برضو، ربنا بيسبب اسباب. بس هو كان قبليها عامل السيده زينب. ايوه، كان عامل دور خطير في السيده زينب، والناس كلها كانت حابه الدور وكانت متابعه وكانت. فهو الحقيقه هو كان عنده كاريزما الله يرحمه كمان جدا. هو في الحاجه متولي مثلا كان دوره مش كبير، بس احنا فاكرين دوره كويس قوي. يعني كان علامه برضو. يعني في كل حاجه هو عملها هو كان علامه. تحس ان هو برضو وشه فيه حنيه، وشه فيه قبول، تحس ان يعني الناس تتشد ليه. دي حقيقه. يعني ممكن مثلا ايه، انت تتشدي لحلاوه شويه، لكن انت بتتشدي اكتر بعد كده للشخصيه نفسها من جواها. فمش شرط لا هو كان عنده اسكندراني. هو بابا مش اسكندراني، بس هو عاش في اسكندريه كتير، وكان في زماناته قبل كده كان نجم الاذاعه في اسكندريه، نجم اول في اذاعه اسكندريه. عثمان محمد علي كان نجم كبير جدا في اذاعه اسكندريه. بعد كده بقى طبعا ايه، بس عاش في اسكندريه كتير، وكان بيحب اسكندريه قوي. عشان كده الناس قالت عليه اسكندراني، عشان كده الناس وبيفتكروني انا كمان اسكندرانيه. طبعا عشان احنا افتكرناه اسكندراني، يبقى انت اسكندرانيه. طبعا بس انا برضو يعني جمهور اسكندريه ده انا بحبه جدا، لانه يعني من الناس اللي لما بشوف حفاوه، لما بنزل اسكندريه بشوف حفاوه كبيره جدا جدا من جمهور اسكندريه.